السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بمناسبة المغرب قبل ما اطلع فاصل، آه، اولا عايز اقول احنا منتخب مصر الناشئين مع الكابتن محمد وهبة لم يتأهل افريقيا المؤهلة لكأس العالم. يعني هو ما راحش اساسا افريقيا عشان ينافس في افريقيا عشان يروح كأس عالم. طيب، ومنتخب الشباب ودع هواك مع الكابتن طبعا المحترم محمود جابر، والبطولة كانت على ملعبنا وبين جماهيرنا، واتغلبنا غلب مش حلو خالص حتى في اخر مباراة امام السنغال بالاربعة مع الاسف يعني. وبالتالي طار الحلم هنا وطار الحلم هنا. البعض تحدث اليومين اللي فاتوا دول انه المغرب متأهلة لنهائي افريقيا لا يقام في مدينة قسنطينة في الجزائر. هي مجموعة قسنطينة يعني، اللي هي المغرب كانت في مجموعة الفرق اللي تلعب في قسنطينة. احنا عارفين ان المغرب في كأس افريقيا للمحليين افريقيا المحليين كان ليها شروط، لان في بعض المشاكل الجوار مع الجزائر، فقالوا ان هم هيسافروا بطيارة خاصة من المغرب للجزائر. السلطات الجزائرية رفضت، المغرب انسحبت. جت من هنا الإشاعة انه ايضا منتخب الناشئين بتاع المغرب اللي تأهل افريقيا في الجزائر ايضا هيعتذر قياسا بالمنتخب الاول للمحليين، وبالتالي هيروح بدلا منهم منتخب مصر الناشئين. وما هو اكثر من هذا، احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره بعت فويس على الواتساب للاعيبه بتاعت منتخب مصر الناشئين، قال لهم جهزوا نفسكم، احنا هنلعب افريقيا في مدينه قسنطينه الجزائريه. طبعا احنا برضو يعني ما عندناش المعلومه الكفايه، مش بتكلم احنا يعني انا يعني، لا بتكلم يعني بشكل عام يعني. هذا لن يحدث، ومنتخب المغرب للناشئين سيذهب الى مدينه قسنطينه ويشارك في افريقيا، وهيتأهل من دلوقتي بقول لكم اهو لكأس العالم في بيرو طبعا في نهاية السنة. طيب، الكلام ده جابه منين؟ انا مش عارف يعني، الكلام ده جابه منين؟ انا ما اعرفش. ويا اخي احنا عايزين نوصل بدراعنا، ما نوصلش بديل لحد يعني، نوصل بدراعنا. لكن طبعا واحد يقول لي طب انت يعني متأكد؟ انا متأكد لسبب. كأس افريقيا المحليين ملاش يعني، مع كل الاحترام، لا تؤهل لشيء، يعني لا تؤهل لشيء. بطولة محلية خلينا نسميها كده يعني. اما افريقيا الناشئين دي تؤهل لكأس عالم، فرق كبير جدا. وبالتالي المغرب ستكون حريصة كل الحرص ان يذهب منتخب ناشئيها الى الجزائر عشان يتأهلوا لكأس العالم.